بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبدو الفيديو تاع اليوم بالترحم على الشهداء تاع فلسطين، وبالترحم ان شاء الله على جميع الموتى، ونطلبوا ان شاء الله الدعاء بالنصر العظيم يا ربي. اللهم انصرهم وثبتهم وقوي عزيمتهم ان شاء الله، ويكون معهم لطفك يا رب. الله غالب. يعني فريمون قلوبنا فريمون يعني ما قديناش نكملوا حياتنا طبيعيا، ولكن تستمر الحياة رغم آلامها ورغم الظروف. احنا برك ما علينا غير بالدعاء، وإن شاء الله ربي ينصرهم يكون معاهم. اليوم درت لكم وصفة شابة بزاف، خفيفة وبنينة. درت لكم هذا الخبز المنفوخ اللي يجي فارغ تاع لي ساندويتش مع لا فارس اللي تجي بنينة وتجي مشخشخة ومفرمجة، يعني فريمون شابة بزاف. وصفتنا سهلة ومقاديرها بسيطة. اولا ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو هكا باش ندو حقنا من المشاهدة. الوصفة تاع الخبز هذا كنت درتها لكم شحال من مرة. عندي هنا كاس تاع الماء يكون دافي، مغرف تاع خميرة الخبز كبيرة، ومغرف تاع السكر. الكاس سعة تاع 250 مليلتر. غادي نخلط هذا الماء، لازم يكون دافي. نحرك مليح هذيك الخميره، ونزيد هنايا السميد الرطب. عندي هنايا كميه تاع السميد الرطب، يعني نفس المقدار اللي تعبروا به السميد عبروا به الماء. انا هنا استعملت كاس تاع 250 مليلتر، نتوما تقدروا تستعملوا اي كيل. درت هذاك السميد الرطب وغادي نخليه يترطب مليح في هذاك الماء والفرينه. هذه المرحله تغنيكم على دلك السميد، يعني ما تدلكوش الخبز تاعكم وما تتعبوش فيه بزاف. خلوه يترطب. الا كان عندكم الميكسير ولا الاشواغ تقدروا تفوتوه فيه حتى يولي الخليط تاعكم ابيض، ما باش ما تعجنوش، يعني ما تدلكوش مده طويله. بعد ما ترطب مده 10 دقائق نعاود دروك نجي نكمل بقيه المراحل. شوفوا معايا كي يترطب تحسوا بلي هذاك السميد شرب لكم هذاك الماء ولا رطب. عندي هنايا 4 مغارف تاع الزيت، زيت زيتون ولا زيت العادي كما تحبوا. عندي هنايا مغرف صغيره تاع الملح واللم بالفرينه. شوفوا هي في العاده كل كاس تاع السميد كاس تاع الفرينه وكاس تاع الماء، باش تتحصلوا على قوام تاع عجينه تكون طريه. هذا هو يعني المطلوب تاع الكوشه المنفوخ، يجي كيما هكا القوام تاعه. انا كنت فوته في العجانه، نتوما تقدروا تدلكوه غير بيديكم واحد دقيقه برك، ومن بعد كي تخلوه يريح. غادي نخليه مده 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه حتى يتضاعف الحجم تاعها، ومن بعد نجي نخدم بها. هنا اغطوها كيما هكا مليح وخلوها. قلت لكم ربع ساعه 20 دقيقه على حسب المطبخ، يعني درجه تاع الحراره تاعها. ومن بعد كي نديغازيها تقدروا هنايا ديغازوها بليزيوغ فوا باش تتحصلوا على خبز يكون خفيف وشباب. من بعد كينا غادي نجيب هنا البلون درت فيه شويه تاع السميد رطوب، وعندي هذوك الكرات كنت درت كيما هكا قرصتهم خبيزات غير صغار. تقدروا ديروهم كبار كيما مداري نديرهم لكم، ولا ديروهم صغار تاع لي ساندويتش. رمتهم في الفرينه ولا السميد الا كان حبيتو. انا درت هنا سميد رقيق، ومن بعد حليتهم كيما هكا رقاق. الا ما حبيتوهمش يجوكم خشان وفيهم البابه بزاف، رقوهم حليتهم شويه بالحلال باش نقلع هذوك لي تخاص تاع يديا. ومن بعد كينا خليتهم يخمروا مده 10 دقائق، والفوغ خليته يسخن مده ربع ساعه. لازم درجه حراره تكون 200 درجه. اللي عندها الفور تاعها يشعل من الفوق وتحت نفس النتيجه، واللي عندها الكويزينير تشعلهم غير من تحت طيبهم وتعاود تشعلهم من الفوق، يعني ولا تقلبهم نفس الشيء وغادي ينتفخوا لها. هنايا عندي الحشوه. عندي هنا نص صدر تاع الدجاج قطعته كيما هكا شرائح كيما من نديروا الشاورما. التوابل درت ملح فلفل اسود توابل الدجاج وشويه تاع الاعشاب العطريه ولا الزعتره. وعندي مغرف صغيره تاع المطاق. عندي كذلك مغرف تاع الخل كيما حبيتو هكا. اي تتبيله حبيتو ديروها وتعرفوها تجيكم بنينه للدجاج ديروها. عندي كذلك هنايا خليتها بجهه، ومن بعد كي جبت المقله تاعي درت فيها 3 مغارف تاع الزيت، خليتهم يسخنوا مليح. ودرت هذيك الحبه تاع البصل قطعتها هكا شرائح كيما تحبوا، يعني اوندي ولا شرائح. ومن بعد كي حطيت هذاك الدجاج تاعي اللي كنت تبلته من قبل واحد نص ساعه، ومن بعد كينا خليته يتقلى مليح على نار تكون قاويه باش هذاك الدجاج يبقى محافظ على الطراوه تاعه والسوائل يبقوا فيه، يعني ما ينشف لكمش. ومن بعد كينا خليته بجهه، يعني حطيته في الغيسيبيون خليته بجهه. وفي نفس المقلاة غادي نخدموا واحد الصوص تكون خفيفه، هي اللي غادي نديروها لهاد لي ساندويتش تاعنا اللي تعطيهم بنه وطراوه. شوفوا معايا نشد هذيك المقله اللي كنت قليت فيها الدجاج تاعي، ونجيب هنايا دي مورسون من لو بيغبيغ. انا استعملت هكا هاد لو بيغبيغ تاع الميزان، تقدروا تستعملوا لي بورسيون. ديت منهم زوج تاع القطع. وهنايا نذكركم بالمسابقه اللي راهي دايرتها الصفحه تاع لو بيغبيغ، هي انك تعاودي وصفه من هاد الوصفات اللي راني نديرهم لكم معاكم عفوا بالمونتاج تاعهم، وديروها في ستوري تاع الانستغرام ولا في الكومنتير تاع الفيسبوك. وبيان سور تكونوا يعني ابوني عندهم في الصفحه تاعهم في الفيسبوك والانستغرام.
وتشاركوا هذيك الصورة مع الصورة للمنتج، يعني الوصفة مع صورة المنتج، وتدخلوا بإذن الله في المسابقة وتكونوا من الرابحات. المسابقة فيها جوائز قيمة، فيها دو باك الأول في الفيسبوك والباك الثاني في الانستغرام، يعني تقدروا تشاركوا يعني في لي ريزون للزوج، يعني الفيسبوك والانستغرام، هكا باش تضاعفوا يعني نسبة الربح تاعكم. وقلت لكم الجوائز تاعها هي كوكوت ساب وبغا ميكسير، ما شاء الله. لا كوكوت ساب يعني فيها 10 لتر ما شاء الله، كبيره وشابه، والبغا ميكسير تاني ما شاء الله. ان شاء الله برك تكونوا من الرابحات. ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفات. نقول لكم دائما تمتعوا بالبنه وتشاركوا في المسابقه وتكونوا من الرابحات باذن الله. شوفوا لي هذاك الخبز كيفاش جا. هذيك الصلصه اللي كنت درتها، درت برك الفرماج مع نص كاس تاع الحليب، تقدروا ديروا لا كريم ليكيد باش تجيكم خفيفه. طيبتهم في الكوشه وطيبتهم في الطاجين. شوفوا هاد المطلوعات ثاني كي جاو في الطاجين ما شاء الله يجوا خفاف وفارغين. شوفوا من الداخل كيفاش يجوا خيوطه خيوطه. هذيك الصوص راهي واجده، خليتها تبرد برك. تقدروا تميكسوها بالبغا ميكسير باش القوام تاعها يكون رطب بهذا الشكل، وتخلوها بجهه هي اللي غادي نخدموا بها لي ساندويتش تاعنا. ونروحوا نجيبوا الخبز تاعنا نحلوه ونديروه. هنايا انايا تقدروا تزيدوا شويه تاع لي فخيت ولا ديروا غير هذاك الدجاج اللي كنا درناه. درت برك مغرف من هذيك الكريمه تاع لو بربر، وزدت هذاك الدجاج اللي كنا قليناه مع البصله، ونعاود ندير كريمه هكا في الوسط، وزدت شويه تاع سلطه طوماطيس مايس، يعني هكا سلطه خضراء تاني باش الشكل تاعها يعني يجي شباب وتاني صحيه. تقدروا تزيدوا لي فخيت، يعني اي حاجه حبيتوا تزيدوها دخلوها لوليداتكم. هاد الوصفه فريمون شابه بزاف، مام يقدروا يدوها للمدرسه هكا معاهم. ما شاء الله شوفوا لي يعني مغذيه وبنينه والشكل تاعها يعني شباب وتشبع ما شاء الله. نقول لكم خليتكم في امان الله. ما عليكم غير تجربوا الوصفه وتشاركوا في المسابقه، ونتمنى لكم حظ سعيد. سلام.